مقدار الصينيه المتوسطه مقاس 30 سنتي بتاخد كوبايتين ونص دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص لبن، 3 بيضات، معلقتين سمنه، زيت. ممكن تستغني عن السمنه خالص وتعمليها بزيت، وباكت فانيليا. وكوبايه الدقيق بتاخد معلقه من البيكنج باودر، اللي هي المعلقه المعياريه اللي هي مقاس 5 دي، اللي هي مش الصغيره اللي فوقيها، مقاس 5. يا رب يكون المقاس واضح معانا في الفيديو. ده بيكنج باودر للدقيق. ليه بقى باكد على موضوع ان البيكنج باودر تكون الكوبايه ليها المعلقه دي؟ علشان الصينيه بتاعتنا تطلع وشها متساوي ومظبوط. لو قللتي هتهبط، لو كترتي هتتنفخ وتبقى عاليه كده وليها البطن والارتفاعات الغريبه دي. اول حاجه طبعا بجيب المضرب الكهرباء، بيدي هشاشه حلوه جدا في الكيكه. حطيت البيض ونزلت عليهم بباكت الفانيليا، وهبدا اضرب بالمضرب بتاعي البيض والفانيليا بس لوحدهم. هفضل اضرب في البيض كويس جدا لحد لما يتخفق مع الفانيليا كويس قوي والهشاشه جواه تزيد وكميته تعلى زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليه بالسكر وابدا ادوب السكر بتاعي مع البيض كويس جدا لحد لما يديني قوام كريمي لونه فاتح. طبعا انا الكميه اللي حطاها قدامكم ديت مش اللي هي الصينيه المتوسطه، انا كنت عامله اكتر شويه. ممكن تحطيهم في صينيه اكبر، ممكن تقسميهم على صينيتين. لو حابه تعملي صينيه مقاس 26 بنشيل بيضه من الثلاثه، يعني صينيه مقاس 26 بتاخد بيضتين وكوبايتين دقيق ومعلقتين البيكنج باودر ونص كوبايه زيت. يعني انا كده قلت لك على كل المقادير اللي هي بتاعه الصينيه الصغيره. طبعا كوبايه لبن. كده عندك المقادير لصينيه كبيره وصينيه صغيره والصينيه المتوسطه. واحنا بنضرب بالمضرب بتاعنا نحافظ على ان الضرب يبقى في اتجاه واحد. يعني لو لفيت المضرب بتاعي يمين ما رجعوش شمال زي ما بقول لكم كده في الفيديو. ما ينفعش ترجعيه شمال لان انت بتخرجي الهواء اللي دخلتيه، وانا عايزه احافظ على الهواء الداخلي. يبقى انا ضربت اتجاه اليمين، هكمل كل ضرب الكيكه بتاعتي لنهايتها في اتجاه اليمين. لو ضربت في الاتجاه التاني هكمل بنفس الطريقه. ده البيض والفانيليا والسكر، بصوا القوام بتاعهم واللون فاتح ازاي. نيجي بقى للسمنه والزيت. يا ريت يا جماعه لما نحط سمنه او زيت للكيكه لازم يكون لونهم فاتح. يعني السمنه اللي هي ريحه وطعم الزبده الصفرا دي اللي لونها اصفر غامق دي ما ينفعش، دي بتغمق الكيكه بتاعتي من جوه. ولا اي حاجه لونها غامق. الزيت بتاعك يكون لونه فاتح قوي زي ما شفتوه عندي كده في البوله، لونه فاتح جدا. كل الحاجات دي بتفرق معايا بعد كده في لون الكيكه. حطيت السمنه وحطيت الزيت وحطيت اللبن، واضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه. ممكن نستغنى عن السمنه خالص لو هتحيرك او ما عندكيش، حطي زيت، بس ضروري الزيت برضو يكون فاتح، يكون حاجه جودتها عاليه ونوعها كويس علشان ما تغمقش معايا الكيك بعد كده. يبقى احنا قلنا الحاجات اللي بتخليها هشة وعالية ومرتفعة والحاجات اللي بتغمق لونها. هنكمل مع بعض. حطيت البودر وحطيت الدقيق وابدا اقلب الكلام ده مع بعضه بالمعلقة، لان انا لو نزلت بالمضرب على الدقيق ده هينطور وهيملى الدنيا حواليا ابيض وهيبهدل الدنيا. فضروري اقلب بالمعلقه وادخل الدقيق كده مع الخليط عشان لما اضرب بالمضرب يدخل كده جواه بسرعه من غير ما يتطاير ويبهدل معايا الدنيا. طبعا انا نزلت ب جزء من الدقيق مش كله مره واحده، لان الدقيق بيختلف من مكان لمكان. اختبر علشان ما تكبسش مني والعجينه تتقل والاقي الموضوع بقى اوفر قوي وهحط لبن واحط بيض واعمل خليط سايل من اول وجديد. فننزل بالدقيق شويه شويه ونقلبه كده مع الخليط. لقيناه سايل زي بتاعي كده، بنزل بباقي كمية الدقيق. زي ما انتوا شفتوا انا اديت له ضربتين لقيت الخليط بتاعي سايل شويه، فنزلت بباقي كميه الدقيق. وابدا بقى دلوقتي اضرب بالمضرب بتاعي وادخل بقى كل الدقيق مع الخليط. خلاص كده القوام ممتاز جدا، ما تخافيش مش تقيل، مش هيحتاج منك اي سوائل، بس اضربيه بقى كويس قوي. وزي ما قلنا نفس الخطوات، الضرب في اتجاه واحد حتى بعد ما بحط الدقيق. كل ما تضربي اكتر كل ما هتديها هشاشة اكتر، والقوام بتاعك هتلاقيه بقى واضح وخفيف وجميل مش تقيل ابدا. القوام بتاع الكيكة عمره ما كان تقيل لانها هتكبس وتتحول لعيش وحاجات كده عك خالص. ضربت كل الدقيق ولازم اضربه كويس جدا بالمضرب عشان ما يبقاش عندي اي تكتلات. لما ارفع كده بالمعلقه مفيش اي كتل دقيق نازله معايا. قوام الكيكه المظبوط هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، سايب علامه على المعلقه، ولما عملت فيه علامه بصباعي في المعلقه فضل العلامه موجوده. لو تداخلوا مع بعض على طول
فالكيكه دي خفيفه وسايله ومش هيطلع لها قلب. لو العلامه اللي سايبها على المعلقه تقيله، فالكيكه تقيله ومحتاجه تتخف بشويه لبن. جبت الصينيه بتاعتي دهناها بالسمنه كويس جدا من الارضيه بتاعتها والجوانب. الصينيه ديت يا جماعه مقاس 26 تقريبا او 28. اديتها كميه من الكيكه، بحافظ على وجود فراغ في الصينيه هي اللي هتعلى فيه الكيكه. بخبطها بقى كده خبطتين كويسين كويس قوي، علشان لو في اي فراغات في الكيكه بتاعتي هتلاقي فقاقيع كده على الوش. طبعا الصوره مش مقرباها مش مبيناها قوي، هتلاقي الفقاقيع دي فرقعت. دي الفراغات اللي في قلب الكيكه هتفرق معانا بعد كده. لو الفراغات ديت ما فضيناهاش فيما بعد، هتلاقي الكيكه بتاعتك مليانه فقاعات هواء من جوه، والحته مش مظبوطه مع بعضها، تلاقيها خفيفه كده. الصينيه ديت مقاس 24 صغيره، ودوت سر المقدار الكبير بتاعي اللي انا كنت عاملاه، ان انا هحط في صينيتين. الصينيه دي ما بتاخدش مقدار كبير قوي، حاجه بسيطه كده، وبتلاقي الصينيه بتاعتك اتملت. يعني انا عايزه اقول لك لما بعمل الصينيه دي لوحدها ببيضه واحده بتمشي معايا الدنيا وبتبقى زي الفل. مقاسها كويس. لما ببقى مش عامله كميه كبيره بحتاجها، ممكن اعمل مقدار كبير اقسمه على صينيتين، والقطعه بتاعتها بتبقى شكلها شيك وحلو جدا. بسخن الفرن بتاعي لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180. بلاش تبقى عالية قوي 200 و220، ولا تبقى واطية قوي. الواطي قوي هيهبط معايا الكيكة، والعالي قوي هيديها لون بسرعة ويخليها تطلع مش مستوية. بعد تلت ساعة بختبرها بالخلة زي ما انتوا شايفين كده، تطلع معايا الخلة نظيفة واللون ما شاء الله، والسطح متساوي جدا زي ما قلت لكم. دي كانت الصينية الصغيرة، سبتها لما بردت وبعدين قطعتها. الصينية التانية اخدت بعدها في الفرن 5 دقايق مش اكتر من كده، وسطحها متساوي جدا ولونها ما شاء الله وارتفاعها بجد حاجة تحفة. قلتلكوا على كل الاسرار اللي تخلي اللون اللي بنشتكي منه بيغمق في الفرن. دي كانت طريقة للمبتدئين واللي لسه بيجربوا الحاجة لأول مرة. إن شاء الله هعمل لكم كيكة الخلاط أسهل وأنجز وأسرع كيكة ممكن تعمليها، وأحلى كمان من كيك المضرب. مش هخلي أي حاجة خالص في الملف بتاع الكيك والماربل كيك وكل حاجة. إن شاء الله هنعملها مع بعض. ادعوا كده دايما بدوام الصحة والعافية، ونعمل مع بعض كل ما هو جديد وجميل وكل حاجة إن شاء الله. يلا أنا خلصت الفيديو دوت، وإن شاء الله استنوا فيديوهات كتير حلوة حلوة حلوة، تفاصيل كتير واسرار كتير وكيك كتير، وبالهنا والشفا على قلب اللي كلوها.